هلا بالحداق. ها شايف والله يريور على طلب ولده. زين فتش يريور ولد. هذا اليريور الولد ما شاء الله. يلبط يلبط. يعطيكم العافية حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ وحشتوني. اليوم شنو جايبة؟ جايبت لكم القرش. دم 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 دم. جايبت لكم القرش وراح اسويه. طبعا القرش معروف اليريور، نسميه اليريور وفي ناس تسميه القرش. فراح اسويه انا مو الطريقة المعروفة الميدة، لا راح اسويه على طريقة ام جراح، طريقتي اخر لذاذة. تابعوني. هذا وصلنا المرام للاسماك. المرام للاسماك يقول لك خوش محل حق السمك، وراح نصدمه بهذا اليريور اللي جاي له فرش اليريور. السلام عليكم، يعطيك العافيه. تفضل طال عمرك، تفضل تفضل. يعطيكم العافيه يا شباب. السلام عليكم، كيف حالكم؟ هذا اليريور جايك فرش حق شيف ام جراح، معروفه الشيف هذه طبعا معروف باليوتيوب. راح نشيل الحراشف منه ونفتح من الظهر حق الشوي ونقص الراس وننظف المعده ونصور. وحش شباب ها. هذه ما شاء الله فتحنا الظهر. شوف نظافه القرش يا جماعه، الوحش على قولة اخواننا المصريين. شوف سمكه لونها ابيض، لطيفه وجميله وصحيه. ها؟ صحية. والله صحية. هذا ياكل بشر. رجعت لكم مرة ثانية عقب ما نظفته. شلت الراس زين وفتحت من ظهره صوب الظهر، وشلت الزعانف اللي عليه كلها ومن الديل. اوكي، ونظفناه عدل. والحين طبعا راح شو اسوي؟ احط له طحين وكركم، ملح خشن وخل وليمون. هذا حق شنو؟ عشان اشيل الزفر منه، الزفره هذه منه، واخليه لباكر ان شاء الله. احطه بالثلاجه وباكر تابعوني. طبعا نحط كثر من الكركم لانه يشيل هذه الزفاره، والليمون، ونحط ملح زين، واحط خل بعد شويه خل. ليش؟ هو مو مثل السمك العادي، مو نفس السمك العادي، وايد يصير زفر. لازم تسوون هالطريقه هذه، يعني مو سيده تجيبونه وتطبخونه، لازم. ونقعد شو نسوي؟ نفركه حيل كذي، ها كذي، عشان هذه الزنخه اللي فيه هذه كلها تطلع. طبعا راح بس بالسكين اشرحها كذي. والحين نسوي كذي، شوفوا كذي، عشان حتى بعدين التتبيله تدش داخل. هذا اللي تشوفونه الجلد العرض هذا بعدين كله يصير مثل الماي، طبعا ينشال بروحه بعدين. اوكي، والحين اتركه بعد حتى من برا. طبعا خلينا نحط هذا هني عشان ما يتم ولا زفر ولا اي شيء. احنا السمك العادي ما نسوي كذي، بس هذا اليريور لازم لانه وايد زفر كله. ولو ما راح يناكل الجلد، بس عشان كله الصفرة هذه كلها تطلع. شوفوا كذي، هذه مو شايلينها هني زينهم، عادي مو مشكلة. هذا طبعا مو تحطون كذي تسوونه وتروحون سيده تطبخونه، لا، ينزل الماي والريحه هذه كلها. طبعا يفضل قبلها بيوم تسوونه، يعني تسوون هذه الطريقه بعدين ثاني يوم تطبخون. ليش؟ لان عشان يشيل الصفره هذه كلها. حطوا ليمون داخلها كذي زين، كلها. اوكي خلاص، شفتوا؟ نسكره كذي، تلفونه بالقصدير، وهو راح ينزل الزفر هذا كله مثل ما قلت لكم
يعني لازم قبلها بيوم. حبايبي مثل ما قلت لكم هذا السمك اليريور مو نفس السمك العادي، زين؟ لازم تسوون هذه الطريقه عشان فيه زنخر، فيه زفر، لازم تسوون هذه الطريقه قبلها بليله، قبل لا تطبخونها بليله. 5 اشياء، عندكم الملح الخشن، عندكم الخل، عندكم الطحين، عندكم الليمون، عندكم الكركم. 5 اشياء تحطونها ببالكم، تخلطونها وتبلون، مو تتبيله يعني تدهنون السمك من داخل ومن برا، زين؟ وان شاء الله تابعوني من اطبخها. وحبايبي عقب 24 ساعه او نقول ليله كامله عقب ما حطيتها، الحين غسلتها نظفتها نشفتها بالكلينكس. الاشياء اللي بحطها هني كركم، بابريكا، كمون، كزبره، بهار سمك، بودر بصل، بودر ثوم، فلفل اسود، هني زنجبيل، عندي هني خل، هني ترياكو، وعندي هذا تمر هند، اوكي، وعندي سمنه، هذه السمنه، اوكي، مع البصل. نحط البهارات كلها. انا ترى على اساس ناويه ابي احطه على الفحم، يعني ادفنه داخل الفحم، بس شنو على اخر لحظه انه ما عندي فحم. الحين حطيت البهارات والزنجيل واحط هني. هذا شنو؟ ترياكي. هذا حق اللحم، حق السمك، حق الدياي. نحط شويه زين، واحط هني هذا التمر هند، حطيت التمر هند وحطيت الترياكي، حطيت ثوم والبهارات هذه، قصدي الزنجبيل والبهارات. هذه هني انا احط سمنه، ما احضر زيت زيتون، سمنه، واحط شويه خل بس. كلها مثل ما قلت لكم انا ناويه والله على اساس ابي اسوي طريقه غير انه احطه شو اسمه، يعني اتبله واحطه بالفحم، داخل الفحم بحطه على اساس. شوفوا طريقته، هذا اللحم ماله ناشف، شكله ناشف كذي ومتبل عدل، حتى هاي الفتحات اللي كذي كلها اوكي. اتبل وارجع لكم. تدرون شلون اللحم ماله؟ يعني احسه ناشف كأنه بلاستيك. ورا انا هذه بسوي الطريقه هذه وعلى الله. احط البصل ليش؟ وراح اغمته حيل مثل ما قلت لكم. انا ترى من كم سنه الله يرحمها امي سويته بس شنو دفنته بالفحم، بس انا ناويه كذي اسوي. بس احط بعد السمنه عشان يلمع، اوكي. والحين شو اسوي؟ كذي. يلا شوفوا الحين سكرت عليه كذي. هذه قطعه ثانيه كذي. وهكذا اوكي. لحفناه بالقصدير. الحين عاد شنو اشغل عليه تحت وفوق، خليه من قمه كذي، اوكي. هو طبعا ياخذ مده اكثر من السمك العادي لانه احسه ناشف وعرض. حبايبي انتم شفتوني انا شلون سكرته ولفيته زين. عقب ساعه ونص طاعوا حتى شويه تكسر، ما اخاف، ما عليه، دايب. شوف شلون اللحم دايب. بحط له بعد زبده لانه احسن، عشان مهما يكون شويه لحمه غير، مع انه مستوي والله شحالاته. نحط الزبده كذي، نحط بعد بس هذه. والحين شو اسوي؟ ادخله مره ثانيه الفرن بس يحمره. استوى تختخ شحالاته. شوفوا حسافه راح تكسر شويه. شوف شلون دايب، شوفوا اللحم دايب. الحين ادخله عشان احمره. يلا الحين عاد وقت التزيين.
حط شيء من يمين خلي يشوفون. شوفوا شلون اللحم ذايب 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 ذايب. حمشناه والريحة تعط. خلينا نشوف رايهم الشباب. ايوه كذا. ايش رايكم؟ يلا ايش رايكم؟ اخر لذاذه على طريقه ام جراح. يلا روح ودي. سلام. وسوينا طبعا مكتوب مع القرش اليريور. آخر لذاذة. وصل كبيرهم الذي يعلمهم. كم هير. تعالي نزل اليريور. هذا يريور. شوف اليريور يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله. تعال مازن هذا الوحش وحش. هذا اليريور يا جماعة اللي مسويته الوالدة. ما شاء شلون يحدحر. اوه طال حمته يا جماعة. هذا الحمة اليريور. خابر يريور حبيب. لا حبيب مشوي ما مر عليك بالتاريخ. يريور ام جراح. ها والله يفوز. يلا عليكم بالعافيه. هذا يا جماعه يريور صدناه قبل 4 ايام. مال الوالده سوته وقالت انا الطريقه الكويتيه اللي دائما نسوي فيه اليريور نعرفها الميدم. عدل يا ابو رسلي انت كويتي اصلي بعد ما يحتاج مو مضروب انت. زين اي فالسمكه الاصليه للطريقه الكويتيه يسوونها ميدم. الوالده هني طبعا تعرفون الوالده دايسه بنزين ما شقت ظهره وحطته بالفرن وطلع لنا هذا الشكل يا جماعه. وشنو انا والله يشهد رب العالمين اول مره اكله. بس شنو الحنته؟ طاول الحنته يا جماعه. قلاف لا تقول لي ما تاكله. يلا شباب شلون الكلمه حق ام جراح؟ تسلم ايدك. العافية يا جراح. العافية. ها ابو وليد. الله يسلم يدينها. ها يدينها ما تمس النار. يا بعد عمري. طبختها نار. وهذا المفروض شنو قلنا بيده ما يصير. صار مشوي. ما يصير. ها ابو رسلي ما شاء الله صار مشوي يصير ناشف. قل كلمه حق ام جراح. يا بعد عمري. قول لي يفوز. ها جماعه يشهد رب العالمين ولا غلطه. خلصوا الشباب. يقدر يتكلم؟ ها؟ الدوري اليريور حلو. الشارك عافيه.